السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عقيل، وفي الفيديو ده هنتكلم عن البيلدينج بروسيس. تعالوا نبدأ نشوف إحنا هنتكلم في إيه في الفيديو ده. هنتكلم عن المراحل بتاع البيلدينج بروسيس زي البري بروسيسنج والكومبايليشن والأسمبلر واللينكر واللوكيتور، وكمان نتعرف على مصطلحات تانية زي اللينكر سكريبت، وكمان الفرق ما بين الدوت إلف والدوت إكس والدوت ماب، وكمان هنتكلم عن ميموري سيكشن زي الدوت بي اس اس والدوت داتا والدوت رو داتا، وكمان هنتكلم عن الستاك والهيب. برضه هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا بيحصلوا في الكومبايلر اللي هما الامبورت والاكسبورت. تعالوا نبدأ بأول حاجة عندنا، وهي مرحلة الشكل بتاع البيلدينج بروسيس. بيكون عبارة عن صندوق اسمه البيلدينج بروسيس. ده بيدخل له لكل فايل دوت سي أو دوت اتش، بيدخلوا على البيلدينج بروسيس، وبيكون الأول بتاعنا دوت هيكس أو دوت إلف أو دوت ماب. تعال نشوف البوكس ده بيكون متكون من ايه، او ايه هي مراحل البيلدينج بروسيس. طبعا احنا عندنا بيكون فايل دوت سي ودوت اتش، بيدخلوا على اول مرحله وهي البري بروسيسنج، وبيخرج عندي دوت اي لكل فايل. الدوت اي بتدخل على المرحله اللي بعد كده وهي الكومبايلر، وبيكون الاوتبوت ليها هو الدوت اس او الاسمبلي. الدوت اس بيدخل على المرحله اللي بعد كده وهي الاسمبلر، والاوتبوت بتاعنا بيكون دوت اوبجكت. والاوتبوت ده بيدخل على مرحله اللينكر مع اللايبرري، ويكون الاوتبوت ريلوكيت فايل اللي هو بيدخل على اخر مرحله مع اللينكر سكريبت، عشان يخرج عندي في الاخر الفايلات اللي احنا بنستخدمها، اللي هو دوت هيكس اللي احنا بنقدر نحتوي على المايك كنترولر، والدوت الف دوت مان. احنا هنعرف الفرق ما بينهم بعد كده. نفس الكلام ده بيتكرر تاني، بس احنا عندنا بعض الكومبايلر بيكون فيه الاسمبلر برضه، فالدوت اي بتدخل على الكومبايلر، وبيكون الاوتبوت بتاعنا هو دوت اوبجكت على طول. طبعا نفس الكلام بيتم تاني، نفس المراحل بتتكمل زي فوق بالظبط، بس هو الاختلاف ان الكومبايلر والاسمبلر بيندمجوا مع بعض، ويكون الاوت بتاعنا دوت اوبجكت. لحد هنا كده تمام. تعال نمسك كل مرحله من المراحل دي ونشوف ايه اللي بيحصل فيها. بالنسبه لاول حاجه وهي البري بروسيسور او البري بروسيسنج. البري بروسيسنج بيحصل فيها اربع حاجات. اول حاجه بيحصل كومنت ريموفال، يعني بنشيل اي كومنت عندنا، وكمان بنعمل ماكرو اكسبانشن، يعني اي ماكرو عندنا بنبدا نعوض بالقيمه بتاعته في الكود بتاعنا، زي الباي سنه 314 بنعوض مكان الباي بالقيمه دي في كل الاماكن اللي بنستخدم فيها في الكود. وكمان بنعمل كونديشنال كومبايليشن، يعني كود مثلا معمول بكذا مايك كنترولر، بقدر ان انا اعمل ديسيبل وانيبل لبعض من الكود دوت باستخدام الهاش اف والهاش اس اف. فوظيفتها ان انا بقدر افعل او اتجاهل اجزاء معينه من الكود باستخدام الايه، الكونديشنال كومبايليشن. ودي مهمة لو أنا هعمل كود وأقدر الكود ده شغاله على كذا مايك كنترولر، أو أفعل جزء معين من الكود وأعمل إجنور لجزء تاني من الكود. بعد كده بيكون عندنا الانكلود فايلز، يعني أي انكلود فايل أنا معمول في الفايل دوت، بقدر أجيب الكود بتاعه، السي كود بتاعه، الدوت تاتش بتاعه، بقدر أحط الكود بتاعي معايا، علشان لما أخش على المرحلة بعد كده الكومبايلر بقدر أعمل له إيه، كومبايليشن. المرحلة بعد كده هي الكومبايليشن، وده فيها جزئين. الجزء الفرونت اند، وده بيحصل فيه ان انا بتاكد او بشوف شويه الاخطاء اللي موجوده عندي زي السنتكس والسيمانتكس. بالنسبه للسنتكس، اللي هو لو بشوف عندي، لو انا مثلا ناسي حاجه مثلا في الكود زي السيمي كولون لازم اكون كاتبها، او البراكتس. وبالنسبه للسيمانتكس، بالنسبه بشوف موضوع اللوجيك، ان انا مثلا الاكس في زد دي بيساوي واي، فده لوجيك، يعني حاجه مش منطقيه انك تبقى كده. وكمان بيحصل جنريت للسيمبل تيبل في المرحله دي اللي هي الفرونت اند. الجزء الثاني في الكومبيليشن هو الباك اند، وده بيحصل اوتومايزيشن للكود بتاعي، يعني اي فاريبل انا معرفه ومش مستخدمه ده ممكن بيتشال في المرحله دي. طبعا فكره الاوتومايزيشن بتكون كذا مرحله، وانا اقدر اتحكم فيها من الاعدادات بتاعه الاي دي اللي انا مستخدمه. وتاني حاجه هي الاكسبانشن لاين فانكشن، وده اي لاين فانكشن ببدا اعوض بالقيمه او الفانكشن اللي جوه الفانكشن في الاماكن المستخدمه فيها في الكود كله. وكمان بعمل كونفرت للسي كود للاسمبلي كود. في المرحله بعد كده هي الاسمبلر، بعمل فيها ان انا بحول الاسمبلي كود لاوبجكت كود. اوبجكت كود طبعا بيكون حاجه قريبه جدا للاكس ديسمال،
للهكسا كود. ده بيكون عباره عن اوبجكت كود والاوبرند ولوب كود. بعد كده هنيجي لجزء مهم جدا وهو الميموري سيكشن، ان انا بيحصل جنريت عندي الميموري سيكشن لكل فايل من الفايلات اللي فاتت. طيب تعال نشوف الميموري سيكشن ده بيتكون من ايه. بيكون عندنا عباره عن ستاك وهيب والدوت بي اس اس والدوت داتا والدوت تكست والامبورت والاكسبورت. اول حاجه هي بالنسبه لنا هي الستاك. ده بيكون فيه تمب فاريبل او تمب داتا، اللي هو اللوكال فاريبلز والريتيرن ادرس بتاعه الفانكشن. يعني اي حاجه جوه فانكشنز بقدر احطها في الستاك طول ما انا مستخدم الفانكشن دي، ولما بطلع الحاجات دي بتعمل لها بوش، بتتمسح خالص. ده وظيفه الستاك. طبعا بتعامل معاها عن طريق البوب والبوش. وعندي تاني حاجه اللي هي الهيب، وده بيكون فيها دايناميك داتا ستورج، الحاجات اللي انا معرفها دايناميكلي. وبيكون عندنا احنا شايفين ان في جزء فاضي ما بين الستاك والهيب. ده لو الستاك آه، الحجم بتاعها كبر بتكبر في اتجاه الهيب، والهيب لو الحجم بتاعها كبر بتكبر في اتجاه الستاك. بعد كده الدوت بي اس اس. وبالنسبه للدوت بي اس اس بيكون جواه الجلوبال والستاتيك فاريبل اللي مش معمول لهم initialization او معمول لهم initialization بزيرو. اما بالنسبه للدوت داتا بيكون موجود فيه الجلوبال والستاتيك فاريبل المتعرفين بقيمه غير الزيرو. وهنا في نقطه مهمه، الستاتيك ده لو معرفه جوه فانكشن معرف فاريبل معين مستاتيك، فهو بيتحط جوه الدوت بي اس اس او دوت داتا بناء على هو متعرف بزيرو او لا. الدوت رو داتا بيكون جواه الكونستنت داتا. الدوت تكست بيكون جواه الكود بتاعي، الكود سيجمنت اللي هو بيكون جواه الانستراكشنز بتاعي. نيجي لاهم حاجتين عندنا هنا، الامبورت والاكسبورت. لو انا كل طبعا الميموري سيكشن ده لكل فايل، فالامبورت ده لو انا عندي في الفايل ده في فاريبلز او سيمبلز انا مستخدمها في الفايل ده بس مش متعرفه، فانا بقول ان هي اكيد متعرفه في فايل تاني، فبحطها في الامبورت. اما بالنسبه للاكسبورت، لو في عندي فاريبل جلوبال فاريبل او جلوبال فانكشنز متعرفه هنا بس مش مستخدمه، بحطها في الاكسبورت عشان بقول ان هي ممكن تكون مستخدمه في فايل تاني. وده بيتاكد منه طبعا في المرحله اللي بعد كده، مرحله اللينكر. بتاكد من الامبورت اكسبورت عشان لو في حاجه مش معموله صح، فبقول ان كده في لينكر. نيجي لمرحله اللينكر، ودي مرحله ان انا ببدا اجمع فيها كل الفايلز مع بعض. انا بيكون عندي كل فايل فيه اوبجكت فايل، فببدا اجيب الاوبجكت فايل دي او الميموري سيكشنز دي وابدا اجمعهم مع بعض، يبقى في عندي ميموري سيكشن كبير. ببدا اجيب لكل اوبجكت فايل بجيب الجزء مثلا بتاع الدوت بي اس اس اجمعهم كلهم مع بعض، والدوت داتا كلهم مع بعض، والدوت تكست بجمعهم كلهم مع بعض، واشوف الامبورت والاكسبورت. طبعا ده بالاضافه لللايبرري بيخش على اللينكر، بيكون عندي الاول بتاعي هو ريلوكيت فايل. فكده بالنسبه لنا هو اللينكر بيعمل ايه؟ بيجمع كل الفايلز مع بعض، وبتشيك طبعا على الامبورت سيمبلز، وكمان بتشيك على الاكسبورت سيمبلز، بيشوف هي مستخدمه ولا لا. المرحله اللي بعد كده وهي اللوكيتور. اللوكيتور ده بكون عندي طبعا في ريلوكيت فايل، بيبدا هو واللينكر سكريبت بيدخلوا على اللوكيتور، وبيكون عندي الاوت اللوكيتور هو دوت هيكس او دوت الف او دوت ماب. طيب تعال نشوف هو اللينكر سكريبت ده. دي حاجه بتوصف بتديسكرايب، ده كود مكتوب عشان يديسكرايب الحاجات الانبوت فايلز دي ازاي هعمل لها ماب على في الاوتبوت فايل. ازاي احط ده في المكان ده؟ طبعا ببدا اعملها بفيزيكال ادريسز عشان تكون ليها فيزيكال ادريسز بالنسبه للماب كنترولر ان انا هستخدمه. وكمان بشوف الميموري لي اوت للاوتبوت فايل. عندنا ثلاث حاجات مهمين احنا قلنا هنتكلم عن الفرق ما بينهم، دوت هيكس ودوت الف ودوت ماب. بالنسبه للدوت هيكس ودوت الف هم نفس الحاجه بالظبط. الفرق ما بينهم ان انا الدوت الف ده بستخدمه عشان لو انا عايز اعمل ديباجنج للكود بتاعي، بيكون فيه بيساعدني ان انا اعمل ديباجنج للكود. اما بالنسبه للدوت ماب، دوت ماب ده بيكون معمول للديفلوبر عشان يعرفوا الميموري المستخدمه وحجم السيمبلز اللي معايا، وكمان اللوكيشنز بتاعها موجود، هيكون موجود ازاي او شكله عامل ازاي وموجود فين في التارجت او المايك كنترولر اللي انا مستخدمه. يبقى لو جينا نلخص كده الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو ده، اتكلمنا عن البري بروسيسنج والكومبايليشن والاسمبلر واللينكينج واللوكيتور. كمان عرفنا مصطلح زي لينكر سكريبت، عرفنا الفرق ما بين دوت الف ودوت هيكس ودوت ماب.
وكمان اتكلمنا على الميمو سيكشن والدوت بي اس اس والدوت داتا والدوت رو داتا والستاك والهيب والامبورت والاكسبورت فايل. لحد كده انا خلصت الفيديو دوت. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا اجزاء معينه او الفيديو كله، وان شاء الله يكون مرجع ليا وليكم في الفتره الجايه. وده ان شاء الله اول فيديو ليا. اتمنى ان انا اسمع منكم اراكم يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.